يا أهلين ويا مرحبتين فيكم يا جماعة. وين هالغيبة يا اسطى؟ مشتاقين لي لك تقبروا قلبي انتو ويا لك هي يزروا يا جماعة. الناس اللي ما بتتابع شورت ليش؟ روحوا شوفوا الشورتات عم نزلكم سكتشات. سكتش من هون وسكتش من هون، من بعد السكتشات ما شاء الله عم يزيدوا حبة حبة هون. يلا يلا تعالوا لك يا برو قلبي. خذ انتو وياه خذ. عموما يا جماعة أنا هيك اللي تخليني أصور لكم بسرعة، مع إني ما كتبت القصة ما كتبتها. في قصة في بالي يا جماعة بدي أقول لكم إياها، يعني حرقة الزعفان والزقرتاوية من هدول الناس اللي هيك الزحفة، عشان الناس تتعلم من أغلاطي. أنا غلطت كتير يا جماعة، فبدي إياكم تتعلموا من أغلاطي، لا تسووا زيي، تعلموا من أغلاطي يعني لا تسوي. قبل ما نبدأ هذا المقطع يا جماعة تحرمني من زر اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه عشان يوصل لك كل شيء جديد يا حبيبي يا بعد عيني. تمام، سويتوا هذا كله وما بدي أطول عليكم، دائما بقول لكم باور هابي هذا لنجي. يا جماعة متخيلين انت وصغير شو كنت تسوي؟ تخيل انت وياه. لا صح؟ انا اللي راح اقول. انا يا جماعة انا وصغير، فيا جماعة انا كنت يعني انا وصغير رحت اكثر من مرة براسي، يعني هيك صاير مجنون. شو بنقول؟ الله يشفي العباد يا جماعة. بالي يا جماعة كنت اشوف حالي هيك عم فكر انه انا هدول مين؟ ماخذين من الشارع؟ من الشارع؟ لا اخي ماخذني من الشارع، مدربني وقتلني طش طح طش. ليه؟ حبة يوم كبرت ويوم هي شيء. المهم يا جماعة تقريبا في 2015 او 2016 هيك تقريبا كنت شيطان، كنت حمار. تعرف شو كنت اسوي؟ متخيلين قمة الغباء اللي كنت اسويه؟ انا ما بعرف شلون كنت اسويه. يوم من الايام وانا طالع من البيت بدي اروح البقالة، كنا اي باكت نشوفه بناخده بنفتحه ونشوف فيه ولا لا. وانا رايح البقاله كان معي ولد خالتي، لقيت باكت فجاه هيك يا اخي احنا ملاكيف، شلته هيك فتحته هيك دخان ومليان، والله مليان. قلت لك حبه يا زقرت مخبيه، رميته مكان. بعدها رحت بقاله، رجعت حطيت الاغراض وحطيت الهي ورحت وين؟ المطبخ. طبعا مطبخنا كان مو جوا البيت، برا البيت في الحوش. يعني يوم كان برا بالبيت يا جماعه رحت اخذت الولاعه ورحت ورا اخر شيء ما حد يجي. جيت شو سويت يا جماعه؟ ولعته وعم بشرب، الا فجاه شباب شو في؟ والله صدري انا هون بغيت اروح فيها يا جماعه. ما بقول لكم اللي فيني الربو، اللي مره هذاك الربو ارمي امه بعطيه خذي قلت هي اخر مره. يا جماعه مرت الايام وفي المدرسه، انتبهوا من اصحاب السوق، والله انتبهوا، ما حدا خربني غيره، اقسم بالله ما حدا خربني غيره، والله العظيم. كنت اخاف اني كنت اقعد في الفصل مؤدب، يعني ما كنت اتكلم مع احد. هذه بدايتي. بعدين انا صرت يعني اجتماعي، يعني كذا قمت اسولف واعرف المدرسين، المدرسين يعرفون اخواني، وعرفت من ذا النظام. عرفت شلون؟ انا يا جماعه يعني صارت كل المدرسه تعرفني. بديت التيك توك، فصرت انزل مقاطع يا جماعه من العالم يعني عرفوني، اللي في المدرسه عرفتني اني مشهور، وهي كومايات علي، واني وزير التعليم وهيك. والله لو اني وزير التعليم كان دقوني قتلي يا حبيبي ده. فمن بعدها عرفت على واحد صاحبي بالفصل نفسه، خربان مر، هو خرمي، نسيت اسمه. زن براسي يوم من الايام اني اهرب من المدرسه. اي والله انه زن، شو رايك تهرب معي وهي بنروح البوفيه وهيك مسكت براسي واجي. من انا صدق الله علي ما شاء الله بحب يعني انط وهي بحب الباركور بشكل عام. يا جماعه بعد ما نطينا وهربنا يعني هيك ما حدا شافنا من المدرسين، في بوفيه هنيك معروف، والله نسيت اسمه بس معروف، هي هيك على الزاويه دي. هي البوفيه وقفنا عنده، طلع الدخان خوي. يوم طلع الدخان قال لي خذ الدخان. ايش خايس؟ والله خايس، ما ادري هو دخان نعناع ولا لا، والله ما ادري، ناسيه والله اني ناسيه. طلع لي اياه كذا، قلت ما عجبني خذ. كحيت اصلا من اول ما شربت كحيت، ناظر فيني هيك قال لي شكله مو بجوك. قلت اكيد حبيبي مو جوي. من بعد يا جماعه كانوا هي انه خلاص الامور راح تمشي تمام وهي وهيك. يوم من الايام قررت اهرب. يوم هربت لحالي يا جماعه، واني ارتحت على اساس اني هي طلعت ما ارتحت. ليش ما ارتحت؟ حس بالضمير. فجاه كشفني اخي ما هلا ابي كان هلا انا ما بصور لكم مقطع. تدري ليه؟ ما رحت لاول شيء طبيعي، هو هلا مو طبيعي. يوم كشفني اخي اليت خليني انا خزب على اخي، قال له ما شفتني، ما في من هالكلام. قالت لي اهلي شباب غايب؟ لا ايوه لك من ابوك ان شاء الله ما يعرف. جاء اخوي، يوم جاء اخوي انا خفت انه يضربني، طبعا ما راح يضربني لانه هو من زماناته كان يهرب. في مره انقبض هو، قام جاء قال لي عضلتي، انا ما بدي اقول اسمي
استاذ احمد زكي والناس بعضها بتعرف. هلا ليش هربت من المدرسه؟ يا مستاذن تعبان وين؟ قال لي كذاب كذاب و60 كذاب. انا كذاب اخيي؟ هذا بيقول اخوه كذاب؟ قلت له ايه انا هربت وين؟ قال انتبه لا تسوي زي غلطي وهيك من هالامور حق الاخوان اللي بيقعد ينصح. الزحفان هذا كله درى. انتبهوا انا ناس خربوني من الدخان، خربوني بكل شيء، كل شيء والله العظيم بكل شيء يا جماعه. اهم شيء يا جماعه عشان تتوفق صلي وادعي ربك وبروا بوالديكم يا جماعه. واقول لكم ابعدوا من التدخين لانه ضرر. وقال الله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا باياديكم الى التهلكه. شوفوا القائمه هنا يا جماعه، هذه القصص يا جماعه. وهنا يا جماعه وصلنا لنهايه المقطع. واذا عجبك هذا المقطع لا تحرمني من دعم زر اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه عشان يوصل لك كل شيء جديد. واكتب لي في التعليقات اذا عندك اي شيء افكار او اي حاجه فاكتبوها في التعليقات. مثل ما قلت لكم لا تنسونا الاشتراك. نبي نوصل 400. يلا شدوا الهمه شدوا الهمه. باقي يعني كم 30. نهايه المقطع دائما اقول لكم باور حبيبي حجي. يخلي جوجل يا جماعه والله تعليم جوجل تعليم. لو انت ما كنت فاهم بالدراسه الله يخلي جوجل، الله يخلي اليوتيوب. ليش قلت اليوتيوب؟ عشان تشترك اشترك يا